الراجل الغني قال لابنه لازم تروح تشتغل الصبح وتجيب لي فلوس. الولد قال له بس يا بابا احنا اغنياء ومش محتاجين فلوس. الاب زعق وقال له اعمل اللي بقول لك عليه من غير كلام. الصبح الولد راح يدور على شغل بس الشغل ما عجبوش، فراح لامه اللي كانت انفصلت عن ابوه واشتكى لها. الام سالته هتاخد كام؟ فقال لها دينار. فقالت له ما تخافش، خد الدينار مني وقول لابوك انك اشتغلت. بالليل الولد راح لابوه وقال له انا اشتغلت واداه الدينار. الاب خد الدينار ورماه من الشباك والولد ما اهتمش. الموقف ده اتكرر يومين كمان ورا بعض، وكل مره الولد ياخد الفلوس من امه والاب يرميها من الشباك والولد مش بيتاثر. في اليوم الرابع الام ما كانتش موجوده، فالولد اضطر يروح يشتغل بجد، تعب كتير واتبهدل. وفي اخر اليوم راح لابوه واداله الدينار. الاب كالعاده رماه من الشباك، لكن المره دي الولد بكى وقال له ليه يا بابا انا تعبت النهارده بجد. الاب ابتسم وقال له يبقى ده اول دينار تكسبه بعرقك. الفلوس اللي بتيجي بتعب لازم تعرف قيمتها وتحطها في مكانها الصح.